النهاردة أنا هحكي لكم عن التعبان، بس أوعدكم إنكم هتسمعوا حكاية مخلوق يمكن يكون أكتر مخلوق اتظلم على الأرض. وبعد الحلقة دي أول ما هتشوفوه هتفتكروا حكايته قبل ما تفتكروا شكله. أوقات كتير بنحكم على حد من أول نظرة، وش يخوفنا أو شكل مختلف عننا، فنقرر إننا عرفناه ومن غير ما نحس نبقى ظلمناه. التعبان يمكن يكون أخطر مخلوق عايش الظلم ده. محدش بيسمع اسمه إلا ويخاف، ومحدش تقريبا وقف يسأل هو إيه حكايته. تعالوا النهاردة نمشي وراه، لكن الحكايات الحلوة عمرها ما اتحكت بسرعة. من أكتر من 100 مليون سنة، قبل ما الإنسان يبني أول بيت، وقبل ما يزرع أول شجرة، وقبل حتى ما يعرف يكتب اسمه، كان في كائن رفيع بيشق الأرض في هدوء. لا عنده رجلين ولا جناحين، لكن عنده سر واحد، إنه عرف يعيش. الأرض اتغيرت، وجبال ارتفعت، وبحار اختفت، وديناصورات راحت، وهو لسه موجود. يمكن عشان كده العلماء لحد النهاردة سجلوا أكتر من 4200 نوع من التعابين عايشين في كل حتة تقريبا في العالم، في الصحراء وفي الغابات وفوق الشجر وجوه الكهوف وفي الأنهار وحتى في البحار. بس في مكان واحد تقريبا التعبان ما قدرش يعيش فيه، القارة القطبية الجنوبية. البرد هناك أقوى من إن هو يتحمله، ورغم إن كل الأنواع دي مختلفة، في حاجة واحدة شبه بعض فيها. كلهم بيحاولوا يعيشوا. عارفين إيه أول حاجة بيعملها التعبان لما بيشوف الإنسان؟ بيهرب، لأن الإنسان بالنسبة له مش فريسة، الإنسان بالنسبة له خطر. يمكن تستغربوا لما تعرفوا إن التعبان عنده أعداء أكتر من ما هو عنده أصحاب. النسر بينزل عليه من السما كأنه سهم، والصقر يقدر يشيله بين مخالبه ويطير، والنمس ده حكاية لوحده، لدرجة إن مجرد وجود النمس في المكان يخلي تعابين كتير تحاول تختفي. في تعابين أكبر بتاكل تعابين أصغر منها، يعني حتى في عالم التعابين مفيش حد يعيش مرتاح. يمكن عشان كده ربنا عوضه بحاجة غريبة. التعبان مش محتاج يشوفك عشان يعرف إنك موجود. بعض الأنواع عندها القدرة تحس بحرارة جسمك حتى لو الدنيا ضلمة تماما، كأنها شايفة نبض الحياة مش شكلها. ولما تلاقوا كل شوية بيطلع لسانه، افتكروا إن هو مش بيهددكم، ده بيقرأ المكان ويرجع يحطه في عضو صغير موجود في سقف فمه، وهناك بيعرف مين عدى من هنا، وفين ريحة الأكل وفين ريحة الخطر. إحنا بنقرأ الكتب بعيوننا، وهو بيقرأ الدنيا بلسانه. لكن يمكن أجمل سر في حكايته هو جلده. التعبان كل فترة بيسيب جلده القديم ويمشي، مش لأنه تعب، لكن لأنه كبر، والشيء اللي كان بيناسبه زمان بقى أضيق من إنه هو يكمل بيه، فيخلعه ويبدأ من جديد. ويمكن دي أكتر رسالة محتاجين نسمعها إحنا كمان. إحنا بنعيش عمر كله شايلين جلد قديم، ذكرى وجعتنا وكلمة كسرت قلبنا وخوف من الماضي، ونفتكر إن لازم يفضل زي ما هو معانا. لكن الطبيعة بتقول لنا لأ، التجديد مش ضعف. سيب الحاجات اللي مش بتناسبك، ممكن تكون بداية حياة جديدة. ويمكن بعد ما خلصنا الحكاية مش هتحب التعابين، وده مش المطلوب، لكن يمكن تبصلها بعين مختلفة، عين بتشوف حكمة ربنا قبل ما تشوف الخوف، وتفهم إن كل مخلوق على الأرض اتخلق عشان يكمل ميزان الحياة، ولو اختفى واحد منهم هيختل الميزان حتى لو ما حسناش. ودي كانت أول حكاية، لكن أكيد مش الأخيرة، لأن لسه ما عرفناش إزاي السم بقى دوا، وإزاي في تعابين بتطير وتعابين بتعيش في البحر، وأسرار تانية كل ما هنقرب منها هنكتشف إن الطبيعة كانت أحلى بكتير مما كنا نتخيل. أشوفكم في الحكاية الجاية، وربنا يجعل قلوبنا دايما تعرف الحقيقة قبل ما تصدر الأحكام.